عمل آلية معينة للتصويت لها، أن لا يتم الزج بها في أي خلاف قد يطرأ بين القادة وبين صناع القرار. اليوم نحن بحاجة إلى أن يكون مجلس التعاون الخليجي كيانا قويا، خاصة في ظل التحديات اليوم. المخاطر التي تعصف بالمنطقة متعددة ومتشعبة، سواء كان على المستوى الأمني، على المستوى الحروب والنيران المشتعلة، على المستوى الاقتصادي. ابقى معنا سيد جابر الحرمي. نشاهد إذن على المباشر الآن نزول أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني من الطائرة بعد وصوله إلى العلا في السعودية مشاركا في القمة الخليجية، وهو آخر الواصلين إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية، وفي استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. هي إذن لحظات تاريخية نشهدها الآن على المباشر من العلا في السعودية، وسلام حار بين الرجلين، بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ومستضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الأمير محمد بن سلمان على أرضية مطار العلا في السعودية. كان إذن سلاما حارا شاهدناه على المباشر. وفد قطر يصل إلى العلا في السعودية مشاركا في القمة الخليجية. أمير قطر يتبادل الحديث الآن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أرضية مطار العلا في السعودية، وسيرافقه بالتأكيد إلى مقر انعقاد القمة. هي إذن اللحظات الأولى لهذا اللقاء وهذا الاستقبال الذي حظي به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مشاركا في هذه القمة. وكان في استقباله كما شاهدنا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ينتقل إذن أمير دولة قطر إلى مقر انعقاد هذه القمة، وهو آخر الواصلين إلى العلا في السعودية بعد وصول كل الدول والوفود المشاركة في هذه القمة في نسختها 41. تمثيل عالي المستوى لدولة قطر في هذه القمة جاء الإعلان عنه أمس بعد بيان وزير الخارجية الكويتي الذي أكد إذن فتح الأجواء وكذلك الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر في أول خطوة قبل انعقاد هذه القمة التي تشهد هذا التمثيل العالي